موسم كارثي على كل المستويات، وجب على ريال مدريد تعزيز صفوفه بالقوة تحضيرا لحملة استعادة الأمجاد المحلية وفرض الهيبة الملكية على أوروبا من جديد. وبالفعل تحرك الميرينجي سريعا في الميركاتو الصيفي ليضم كل من الجناح البلجيكي إيدن هازارد والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والمهاجم الصربي لوكايوفيتش، إضافة للظهير الفرنسي فيرلان مندي، في محاولة لسد الثغرات الكبرى التي كشفها الموسم الماضي. لكن رغم ذلك لم يكتفي زين الدين زيدان بهذه الصفقات على ما يبدو، إذ ما زال يسعى للمزيد من التعزيزات في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة للفريق الملكي. غير أن خطة المدرب الفرنسي تصطدم بعقبة كبيرة تتمثل في وجود العديد من اللاعبين غير المرغوب بهم في الفريق، والذين فشل النادي في تسويقهم حتى الآن، على غرار جاريث بيل وإيسكو وكيلور نافاس. ويحتاج ريال مدريد بشدة للتخلص من لاعبيه الزائدين عن الحاجة واستخدام المقابل المادي لبيعهم من أجل ضم نجوم جدد مثل الدنماركي كريستيان إريكسون أو الهولندي دوني فان دي بيك، وربما أيضا الفرنسي بول بوجبا. لم يكن الصمت دون خيارات محمد صلاح في أزمة اتهام عمر وردة بالتحرش، بل خرج ليدافع عن زميله ويطالب بالعفو عنه ومنحه فرصة أخرى مع الفراعنة. ولم يلقى تصرف صلاح قبولا سواء لدى الجماهير المصرية أو الصحافة في مصر وإنجلترا، بل إن النجم ليفربول تعرض لسيل من الهجوم على موقفه المتضامن مع لاعب متهم بالتحرش وسط أدلة واضحة تدينه. وسار صلاح في أزمة وردة على درب مهاجم مان يونايتد السابق وين روني الذي تضامن مع جون تيري نجم البلوز سابقا، عندما أعلن فابيو كابيلو مدرب منتخب إنجلترا السابق سحب شارة قيادة الأسود الثلاثة منه بسبب اتهامه بالدخول في علاقة مع الصديقة السابقة لزميله في المنتخب وين بريدج. وطلب روني وقتها من الجمهور الإنجليزي الوقوف بجوار مدافع تشيلسي، إلا أن ما فعله المهاجم السابق للشياطين الحمر لم يلقى إعجاب الجماهير الإنجليزية، وهو تماما ما حدث مع صلاح الذي يتعرض لانتقادات كبيرة حاليا أثناء مشاركته بكأس الأمم الإفريقية. رفض أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الانتقال إلى برشلونة صيف العام الماضي سيبقى شبحا يؤرق النجم الفرنسي حتى نهاية مسيرته. فالمهاجم صاحب 28 عاما كان قد امتنع عن الانضمام للبارسا الموسم الماضي، مفضلا البقاء في أتلتيكو قبل أن يعدل عن قراره ويعلن رحيله عن النادي المدريدي هذا الموسم. وفي حين تشير التقارير لوجود اتفاق على البنود الشخصية بين الطرفين، إلا أن الصفقة لم تتم حتى اللحظة، وهو ما قد يجعل اللاعب أمام سيناريو كارثي. فمع تزايد الأنباء على أن عودة نيمار باتت قريبة، فإن صفقة البرازيلي قد تعقد انتقال غريزمان للبارسا. وترغب العديد من الأندية في الظفر بخدمات غريزمان، أبرزها مان يونايتد، وهي تحاول إثناء اللاعب عن التوقيع للبارسا وتحذيره من أنه سيكون احتياطيا لنيمار. وربما يمتد الأمر إلى رفض برشلونة نفسه فكرة إتمام التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في حال أعاد نيمار، وهو ما يجعل غريزمان يعض أصابع الندم على تفريطه في فرصة الانضمام للبارسا الموسم الماضي.